الحمد لله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا وصور شكل الإنسان فأحسنه تصويرا ومنحه بالعقل وجعله سميعا بصيرا وشرفه بما عرفه به من العلم ونور قلبه تنويرا وهداه إلى معرفته فيا لها نعمة وفضلا كبيرا، وأطلق لسانه فأذعن بشكره تحميدا وتهليلا وتكبيرا، وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كساه من فضله عزا ومهابة وتوقيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية، وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق. وما زلنا في قراءات للمقالات أو الورقات التي قدمت عن اللغة العربية، وما زال حديثنا مع بحث جذور الصراع حول اللغة العربية في أريتريا. وكما ذكرنا أن الصراع قديم في إريتريا، وتوقفنا في البرلمان الإريتري ناقش قضية اللغة، وقبلها قضية العلم الإريتري، وهو ذو غصن الزيتون وهكذا. وفي أول جلسة للبرلمان بعد أن اتخذ قرار اعتماد اللغتين الرسميتين، وفيما كانت المناقشات تدور حول بنود الاجتماع، قال رئيس السلطة التنفيذية في البرلمان هو تدلي بايرو إلى العضو المرحوم ناصر باشا أبو بكر، ظن منه أنه لا يجيد اللغة العربية التي كان يدافع عنها. فهذا من حقدهم على اللغة العربية وعلى المسلمين وقوة المسلمين في الحكومة الفيدرالية، والتي كان يدافع عنها بشدة. هلا تحدثت بالعربية التي ظللت تدافع عنها؟ هذا تهكم من هذا التدلي، وهو من حزب الأندنت وحدة والانضمام مرة أخرى إلى إثيوبيا، وما زال هذا الحزب هو الذي يعتمد على اتخاذ الوحدة مع إثيوبيا. فاستدرك ناصر باشا ما رمى إليه الرئيس ورد عليه قائلا: أعتقد أنك أردت بكلام هذا إحراجي، لأنني دافعت عن لغة لا أجيدها، ولكن عليك أن تفهم أنني إذا لم أتحدث بها اليوم فسيتحدث بها ابني غدا، وإذا لم يتحدث بها ابني فيتحدث بها حفيدي في المستقبل. وكان ما أراد أو ما تنبأ أن أجيال كثيرة من الإريتريين يتكلمون العربية، وخاصة من النصارى الذين سكنوا في المناطق الإسلامية في المنخفضات تأثروا بالعادات الإسلامية وباللغة العربية، ويجيدون اللغة العربية إجادة تامة في الأسواق. وهكذا كان الدفاع عن اللغة العربية في البرلمان. صادف وأن جالست الزعيم الوطني المرحوم، هذا صاحب المقال قال: صادف وأن جالست الزعيم الوطني المرحوم الشيخ إبراهيم سلطان، وهو كان نائب رئيس الرابطة الإسلامية الإريترية في كرن، وعضو أول برلمان إريتري في منزله بالقاهرة
سنة 72 بعدما حوصر وضيق عليه وخرج من بلاده لاجئا إلى القاهرة. وقسطس 74. وحدثني عن النضالات التي خاضها جيله من أجل استقلال إريتريا، ومن بين المواضيع التي تطرق إليها في حديثه كانت المشاكل التي صاحبت مسألة تثبيت اللغة الرسمية لأريتريا. وبعد أن روى لي كيف كانت المناقشات في البرلمان قال لي بالحرف الواحد: إننا ارتكبنا خطأ تكتيكيا في تسرعنا كمسلمين في مطالبتنا بأن تكون اللغة التجرينية لغة رسمية. وفي ذلك الوقت اللغة التجرينية لم تكتب وكانت بعيدة وليس لها دور في المجتمع الإريتري، ولكن المسلمون لتعاطفهم مع كما يسمونهم إخوتنا في الوطن وإخوتنا في الإنسانية، فأرادوا أن يعني يجبروا خاطرهم، فقالوا خلاص اللغة الرسمية لإريتريا تكون اللغة العربية أو التجرينية. فقال هذا خطأ ارتكبناه، يقول رحمه الله، بأن تكون اللغة التجرينية لغة رسمية إلى جانب العربية، لأن ذلك مثل موقف إجماع من البرلمان على أن اللغة التجرينية في وقت لم تحظى فيه اللغة العربية بتأييد إجماع مماثل، إذ لم يبادلنا المسيحيون التقدير الذي منحناه إياهم. خونهم خونة، فلذلك يعني لم يبادلوا المسيحيون المسلمين في تقديرهم هكذا، وإذ توقعنا بأن يبادلوننا بنفس المشاعر عندما طالبنا باللغة العربية لأن تكون إحدى اللغتين الرسميتين. ويذكر في التاريخ أن الشيخ إبراهيم سلطان الذي ذهب إلى الأمم المتحدة وتكلم باللغة العربية عن قضايا الإريتريين، وهذه الرواية سمعناها ولكن لم نتأكد حتى الآن من صحتها. إن كان في ذلك مجال سنبحث عنها إن شاء الله. ولكن قصة متداولة في التاريخ الإريتري بين زعماء الثورة الإريترية، ويكررونها دائما بأن الشيخ إبراهيم سلطان هو من تكلم بالعربية في الأمم المتحدة. يتضح من طبيعة سير المناقشات حول مسألة اللغة بغض النظر عن مدى منطقية الحجج التي طرحها كل طرف بأن الشعب الإريتري انقسم مرة أخرى انقساما دينيا. فالصراع ليس صراع لغة، وإنما الصراع هو صراع حضارات، صراع الإسلام والمسيحية. هم يخافون أن يسيطر الإسلام على المنطقة، وعدد سكان المسلمين، وما زلنا نكرر عدد المسلمين في إريتريا ما يقارب 80%، ولكن للأسف الشديد بعد الحروب من جاء من التجراي وأعطي الجنسية الإريترية وضم إلى النصارى فيقولون هم 50-50، ولكن ليس هنالك تعداد جديد للإريتريين المنتشرين في العالم. هذه البداية المتسمة بعدم الانسجام في صفوف المجتمع الإريتري قضاة تطبيق القرار الفيدرالية هو أن يكون حكم ذاتي لإريتريا تحت التاج الإثيوبي، تاج الملك هايلي سلاسي، وتكون إريتريا ذات حكم ذاتي ولها علمها ولها لغتها. ولكن كان هذا تكتيكا من البريطانيين حتى ينسحبوا انسحابا كاملا وسلموا إريتريا لإثيوبيا، وبعد ذلك إثيوبيا نقضت عهدها وانضمت إريتريا مرة أخرى في الخمسينات إلى إثيوبيا، وألقت العلم الإريتري وأنزلته، واللغة العربية واللغة التجرينية منعت وفرضت اللغة الأمهرية، وهكذا. وبعده بدأت الثورة الإريترية في الستينات. إذن ففي النظام الفيدرالي وباستثناء البرلمان الذي تشكل من المسلمين والنصارى مناصفة، فإن جهاز الخدمة
المدنية والشرطة كان يشغلها المسيحيون الأريتريون بنسبة عالية بصرف النظر عما إن كانوا عملاء أو وطنيين. وهؤلاء النصارى معظمهم اللي كانوا في البرلمان الإريتري معظمهم من حزب الوحدة مع إثيوبيا، ما يسمى حزب أندنت، أي الوحدة مع إثيوبيا. وكان للاعتبارات الإقليمية والدينية دور في عملية التوظيف. كان المسلمون يشعرون بغبن مزدوج، فبإضافة إلى ظلم السلطة المحتل الذي كان يعاني منه الجميع، كانوا يعانون من تحيز جهاز الخدمة المدنية، ما كان يعين إلا النصارى حتى في التعليم وهكذا. وهذا التخطيط ما يسمى بالتنصير البارد. التنصير البارد أن يعيش معك النصراني كأخ لك في الوطن، ولكنه يحفر لك هناك حفر ويكيد لك كيدا. والذي كان يتشكل من المسيحيين والأريتريين بصفة أساسية. وفي الإطار تنامي هذه المشاعر جاء الإقلاق التدريجي للمدارس في الريف، مثلا في هبرو وإريفالي وهيكوتا وكركبت وزلة ومبيرمي وقيرو وشعب وقلوج، التي كانت لغة التدريس فيها اللغة العربية، ومقاومة في مناطق يسكنها المسلمون ومقامة في مناطق يسكنها المسلمون، وذلك بدلا من توسيعها وفتح فرص التعليم أمام النشء الجديد، مما عزز وعمق مشاعر الغبن والاضطهاد لدى المسلمين. وما زال المسلمون مضطهدون، ما زال المسلمون مضطهدين في إريتريا حتى الآن. أغلقت المدارس والمعاهد التي تدرس باللغة العربية، ولا يوظف أحد، إنما يوظف النصارى، وفرضوا لغتهم، وهي شرط من شروط التوظيف أن تتعلم التجرينية. وكما قلنا نحن ليس لنا عداوة باللغة التجرينية، إنما اللغة التجرينية هي لغة عربية جيزية سبائية يمنية، ولكن حينما حورت إلى قضية عقدية، قضية حضارية، فنحن لا نكره اللغات، إنما بالعكس المسلمون تعلموا اللغة التجرينية واللغة الأمهرية واللغة الإيطالية وهكذا. لا يضير ذلك، ولكن حينما تحول قضية اللغة إلى قضية عقيدة ودين، هذا مما يجعل الإنسان يحزن في أن تفرض عليه فرضا. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. نواصل من قطع من حديث، وما زلنا في موضوع صراع حول اللغة العربية في إريتريا. وعملت إثيوبيا في سياق سياستها الهادفة إلى طمس معالم الشخصية الإريترية على فرض اللغة الأمهرية. يعني هي ضغطت على اللغة العربية ثم على اللغة التجرينية، وفرضت لغتها الأمهرية، وإحلال محل اللغتين الرسميتين التي اعترف بها البرلمان الإريتري والمبعوث الأمم المتحدة، وأقرتها الأمم المتحدة بأن تكون هنالك لغتان لإريتريا، هي اللغة العربية واللغة التجرينية. ولتأكيد الأهمية التي توليها لانتشار هذه اللغة قسرا، اشترطت الحكومة الإثيوبية رسميا على من يرغب في التوظيف أو الالتحاق بالجامعة من الإريتريين أن يجيد الأمهرية. الآن نفس المخطط
من يريد أن يلتحق بالجامعة أو أن يلتحق بالوظيفة عليه أن يجيد اللغة التجرينية إجازة تامة، وإلا أصبح مصيره التشرد والضياع. وكثير من الطلاب الذين درسوا في الشرق الأوسط في البلاد العربية والإسلامية باللغة العربية، حينما جاءوا إلى إريتريا فرضت عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، اللغة التجرينية عفوا، اللغة التجرينية، ومنهم من زج به إلى المدارس بعيدة عن المدن في الريف، ومنهم من ترك التدريس، ومنهم من هرب إلى بلاد أخرى غير رجعة. احتج المسلمون لدى الإمبراطور ليعيد النظر في مسألة اللغة العربية، لأن في إلغائها مس بمعتقداتهم وحقوقهم، بيد أنه لم يبالي بتلك الاحتجاجات بل استمر في سياساته إزاء اللغات الإريترية الرسمية. لم يستجب الإمبراطور هيلي سلاسي، لأنه إمبراطور هيلي سلاسي هو زعيم النصارى في ما يسمى بلاد الحبشة أو مملكة الحبشة سابقا، يعدونها هي مملكة للنصارى، ولكن للأسف الشديد عدد مسلمي إثيوبيا الآن يتجاوز أكثر من 80%، ولكنهم متفرقين. إذن نأتي إلى كتاب أو ورقة كتبها الأستاذ محمد عثمان علي خير بعنوان عروبة إريتريا حقائق ووثائق. هذه الورقات وهذه البحوث للأسف الشديد لم تجد نشرا كاملا لكي يقرأ الجيل الذي نشأ في عهد هذه الحكومة 30 عاما، نسميه جيل الجبهة الشعبية. هذا لم يتح له أن يدرس التاريخ الإريتري، فنحن نقرأ له هذه الكتيبات أو هذه الورقات حتى يجمع ما استطاع من تاريخ بلاده. أولا يقول الأستاذ محمد عثمان علي، هو صحفي إريتري، صحفي يكتب في عدة مجلات عربية ويكتب باللغة الإنجليزية كذلك. يقول: انحاز الشعب الإريتري المسلم بكل فئاته في فترة تقرير المسير من عام 44,1900 إلى عام 50,1900 للغة العربية أمام لجان الأمم المتحدة، والتي توافدت على إريتريا لتحديد مستقبلها ومعرفة رأي السكان بين الاستقلال والاتحاد الفيدرالي مع إثيوبيا. وعندما تقرر وضع الدستور الفيدرالي لإريتريا، عينت الأمم المتحدة السيد ماتينزو السويدي لوضع دستور، وقد قام بجولة في كل مناطق إريتريا لمدة 13 أسبوعا في عام 50,1900 ميلاد، وقال أنه وجد أن سكان المنخفضات الإريترية جميعهم وبلا استثناء عندما سئلوا عن موضوع تحديد اللغة العربية أكدوا بأن لغتهم هي العربية، وطالبوا بأن تكون اللغة الرسمية للبلاد. المنخفضات معظمهم من المسلمين، وأنه لاحظ بأن الأقلية المسيحية انحازت للغة التجرينية، بالرغم من أن الساهو والجبرتة الذين يشكلون 50% من سكان المرتفعات انحازوا للغة العربية كذلك. ناصر باشا وغيره من الناس اللي كانوا يطالبون باللغة العربية هم من قبيلة الساهو والجبرتة من سكان المرتفعات، مما أضعف موقف المسيحيين هناك وجعلهم يلجؤون إلى أساليب ملتوية لخداع لجان الأمم المتحدة بأنهم يشكلون الغالبية في المرتفعات، مما دفع ماتينزو لاعتبار اللغة العربية لغة الغالبية في إريتريا، وأن اللغة التجرينية تم إقرارها بواسطة المسلمين أنفسهم. وهذا كما قال سمعنا
ما قاله الشيخ إبراهيم سلطان هذا كان خطأ تكتيكيا وقعنا فيه. وأقر هذا الرجل يقول إنه تم إقرار اللغة التجرينية، إن اللغة العربية هي غالبية سكان إريتريا هم يتكلمون العربية ويريدون أن تكون هي اللغة الرسمية، ولكن البرلمانيون في البرلمان الإريتري من المسلمين أقروا أن تكون اللغة التجرينية هي لغة رسمية ثانية. ويقول تم إقرارها بواسطة المسلمين أنفسهم لاعتبارات سياسية وللحفاظ على مشاعر الأقلية المسيحية المدعومة آنذاك من الحكومة الإثيوبية، جبر الخواطر زي ما يقول، لكن كان مسمار في نعش اللغة العربية. وللعلم أن الإدارة البريطانية التي حكمت إريتريا من عام 41 إلى عام 52,1900 يعني 10 سنين لم تتعامل أصلا باللغة التجرينية في كافة المعاملات الرسمية سوى باللغة العربية والإنجليزية في إريتريا، وأن المعاملات الرسمية الحكومية الفيدرالية في إريتريا في كل المجالات أكدت على سيادة اللغة العربية في إريتريا، بدليل أن الشهادات المدرسية كانت تصدرها وزارة المعارف الأريترية في ظل الحكومة الفيدرالية باللغة العربية. ونقدم في عرضنا هذا صورة نموذجية بهذا الشأن في صفحة يقول هكذا: وأن ما حصلت عليه اللغة التجرينية من دور ومكانة في المجتمع بسبب تسامح المسلمين ورغبتهم في اعتماد التعايش الديني والثقافي، وقفل الباب أمام الصراعات الطائفية التي تضر بالوحدة الوطنية. هذا الوطن الذي يعد صنما ضاعت فيه اللغة العربية مجاملة وجبر الخواطر لإخوتنا المسيحيين، وهم لم يجبروا خواطر المسلمين، ولم بالعكس الآن لا مكان للإسلام ولا مكان للمسلمين في بلادهم، وتعتبر بلادهم الآن مقتسبة، وقفل باب أمام الصراعات الطائفية خوفا من أن يكون نزاع وكذا وتستقله إثيوبيا التي تضر كذلك بالوحدة الوطنية. ولكن يبدو أن الطرف الطائفي لا زال يعتبر ذلك ضعفا ويسعى إلى استغلال ذلك التسامح لإضفاء هيمنته الثقافية على إريتريا المستقلة. يقول الأستاذ محمد عثمان خير الصحفي الإريتري والكاتب: عندما نوقشت مسألة اللغة في إريتريا في أول اجتماع للبرلمان الإريتري عام 1950 وافقت الكتلة الوطنية الإسلامية بكل سهولة على اعتبار اللغة التجرينية لغة رسمية ووطنية في إريتريا، ولكن عندما طرحت اللغة العربية باعتبارها لغة وطنية ورسمية تعبر عن الغالبية الإسلامية في كل مجالات حياتها الدينية والثقافية والاجتماعية، وقف الطرف الطائفي وبلا حياء على رفض اللغة العربية والاكتفاء بإقرار اللغة التجرينية فقط، وأن يختار المسلمون أحد لغاتهم المحلية كالتجري والساهو والعفر والبلين، يقصدون هذا، وأن يختار المسلمون أحد لغاتهم المحلية، وهذا من باب التكرم عليهم، بالرغم من إن مسودة الدستور الأريتري أقرب في المادة 38 من دستور أريتريا أن الشعب الإريتري منقسم إلى لغتين، العربية والتجرينية، وليس لهم أي بديل آخر. وضمن هذه المعطيات اعتمدت تلك المادة المذكورة، إلا أنه بالرغم من ذلك الإقرار من المندوب الدولي رفض الطرف الطائفي اعتماد اللغة العربية، وعطلوا جلسات البرلمان لأكثر من 38 يوما، مما دفع بعض زعماء الكتلة الوطنية الإسلامية في البرلمان للمطالبة بتقسيم إريتريا للخروج من هذا المأزق، تقسيم إريتريا إلى قسمين: قسم ينضم، هذه كانت نظرية بريطانية، قسم وأكثرهم مسيحيين ينضم إلى إثيوبيا والمسلمون
ينضمون إلى السودان لتضييع هذه المنطقة الإسلامية، رغم أن عددها قليل يعني، ولكن لها استراتيجية كبيرة لأنه موطئ قدم الصحابة رضوان الله عليهم، وتعتبر أول أرض دخلها الإسلام بعد مكة. وفي تلك المرحلة المظلمة في عام 1950 وقف المسلمون مع لغتهم العربية حتى التي لم يكن للمسلمين فيها حلفاء ولا داعمين من الدول العربية، حيث كانت معظم الدول العربية مستعمرات وتكافح من أجل نيل استقلال بلادها، مما يؤكد بأن انحياز المسلمين في إريتريا إلى اللغة العربية ليس وليد مخططات عربية توسعية كما تروج بعض الرموز الطائفية في الجبهة الشعبية الحزب الحاكم. هكذا يقول صاحب هذا المقال هو أستاذ محمد عثمان خير، وإنما هذا موقف له جذور تاريخية لن تحول دون تحقيق، حتى ولو طال بالمسلمين الجهاد ل1000 سنة أخرى تتوارثه الأجيال، وهي أكثر تمسكا بهويتها العربية والإسلامية. وهذا ما لا يريد الطائفيون أن يعوه، لا يريد الطائفيون أن يعوه. وإذا ذلك الموقف المتوتر بين المسلمين والنصارى في البرلمان الإريتري تدخل مارتينوس السويدي وهو مبعوث الأمم المتحدة، معلنا أنه إذا لم يتم إقرار المادة 38 كما وردت في مشروع دستور إريتريا فإنه سيعلن فشله للأمم المتحدة ويعيد القضية برمتها إلى الأمم المتحدة لكي تناقش الوضع في إريتريا بأبعاد أخرى، مما أدى إلى تدخل هايلي سلاسي وهو في ذلك الإمبراطور، وأوعز للنواب المسيحيين، أوعز للنواب المسيحيين في البرلمان بالقبول بإقرار اللغة العربية. بعد ذلك يكون في برنامج آخر لإزالة اللغة العربية. فهؤلاء النصارى الإريتريون معظمهم من إثيوبيا، وكونوا ما يسمى حزب أندنت، وهو حزب الوحدة وانضمام مرة أخرى إلى إثيوبيا، وما زال هذا الحزب ما زال موجودا في أوساط المجتمع الإريتري. ويقول كما وردت في الدستور خوفا من تنفيذ مارتينوس تهديده حتى لا تدول القضية، فقال لهم أمرهم لأنهم تابعون له، أمرهم بأن يقبلوا باللغة العربية وعرض القضية للأمم المتحدة، مما كان سيعرض مخططات إثيوبيا للفشل. يعني إثيوبيا كانت نيتها أن تضم إريتريا مرة أخرى إلى الإمبراطورية، وهكذا قبل النصارى بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع أختها اللغة التجرينية. وقفل باب النقاش في هذه القضية الحيوية تماما إلى أن ضمت إثيوبيا إريتريا وألقت كل مظاهر الاتحاد الفيدرالي. والاتحاد الفيدرالي هو الحكم الذاتي الذي كان أصلا مظهر من مظاهر الاستعمار الإثيوبي، وهذا من مخططات بريطانيا، إلى أن ضمت إثيوبيا إريتريا وألغت كل مظاهر الاتحاد الفيدرالي الذي كان أصلا مظهرا من مظاهر الاستعمار الإثيوبي. الإخوة الكرام المشاهدين، إلى حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.